وبكده وللأسف جيمس جان دمر عالم دي سي. السلام عليكم. طبعا كلنا سمعنا الأخبار اللي بتقول إن هنري كيفن مش مكمل في دور سوبرمان، والخبر ده للأسف بقى رسمي خلاص بعد ما تم التأكيد من هنري كيفن نفسه، وجيمس جان أكد إنهم شغالين على نسخة تانية من سوبرمان. فعلا الموضوع ده بقى بايخ جدا وملوش أي لازمة، فخلينا نشوف مع بعض ليه ده بيحصل وليه عالم دي سي السينمائي ما عادش فيه أي أمل. بس قبل ما نبدأ، لو حبيت محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات جديدة ياريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض نهاية أفضل سوبرمان. حقيقي كل يوم جيمس جان بيثبت إن عالم دي سي كبير جدا عليه، وإن هو ما ينفعش يمسك خطة حتى عالم سيمسون. كل يوم أخبار غريبة وأفكار أغرب، ولكن الموضوع المرة دي بقى رسمي. يعني قبل ما نسمع الخبر ده بكام ساعة بس سمعنا أخبار إنهم بيفكروا يبدلوا بين أفليك بروبرت باتسون، ولكن جيمس جان طلع ونفى كل ده عشان بعدها على طول يقضي على كل عالم دي سي بشكل كامل بشوية أخبار حرفيا كارثة. أول خبر معانا هو إن فيلم سوبرمان الجديد مش هيكون من بطولة هنري كيفل، يعني بعد محاولات دوين جونسون عشان عودة هنري كيفل تحصل مرة تانية ونشوف سوبرمان في نهاية فيلم بلاك آدم، ويطلع هنري كيفل لأول مرة يتكلم فيها عن عودته. وغير كل ده الراجل ساب دوره في مسلسل ذا ويتشر مخصوص عشان الدور ده، والكل مستعد عشان يشوف دور سوبرمان في الخطة الجديدة ده يحصل. No, God! No, God, please, no! 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 يعني أنا عايز أعرف بس ردة فعل دوين جونسون على الموضوع ده، لأن الموضوع مستفز. المفروض إن هما بعد عودة سوبرمان كنا هنشوف جزء تاني لفيلم فلاش، وجزء تالت لفيلم وندر وومن، وثلاثية أفلام باتمان بين أفليك. وكان المفروض إن ديفيد سازليف بيخطط لعودة عالم زاك سنايدر مرة تانية، ولكن كل ده اتلغى لحظة إعلان إن جيمس جان وبيتر سافرين هيمسكوا الخطة الجديدة. وعشان جيمس جان يبدأ يحمس الفانز للخطة بتاعته كانسل كل الأعمال بتاعة عالم دي سي ما عدا الأفلام اللي هتنزل السنة الجاية، اللي هي شازام فيوري أوف ذا كينجز، أكوامان أند ذا لاست كيندم، بلو بيتل، ذا فلاش. وغالبا الأعمال دي مش هيكون ليها أي لازمة بعد الريبورت اللي هيحصل. لأ، وخد كمان الفكرة إن هما بعد ما كنسلوا كل ده هما لسه مكملين في مشروع بلاك سوبرمان. يعني انت شلت سوبرمان هنري كيفل عشان تبدأ مع سوبرمان جديد، ولسه سايب نسخة تانية من سوبرمان في عالم موازي. يعني بجد تحس ان هما بيذلوا الجمهور، مرة خبر حلو و20 مرة خبر كارثة زي ده. وخلاص الخطة الجديدة هيتم الإعلان عنها في بداية السنة الجديدة بعد ما وافق عليها ديفيد سازليف، والمفروض إننا هنشوف سوبرمان جديد، بس مش هيكون في فيلم أوريجين ستوري، وهيكون في نفس الفئة العمرية بتاعة باتمان روبرت باتسون. أكيد كلكم فهمتوا ده معناه إيه. وجيمس جان هو اللي هيكتب الفيلم بنفسه، ربنا يستر. وبعد كل ده هيختاروا المخرج بتاع الفيلم. وغير كده بيتر سافرين وجيمس جان بعد ما خلصوا على سوبرمان هنري كيفل اجتمعوا بين أفليك، واحتمال بين أفليك يكون مخرج في المستقبل، بس لسه محدش عارف الأعمال اللي هيخرجها. بس كممثل في دور باتمان مظنش إن هما بعد ما استغنوا على هنري كيفل هيمسكوا قوي بين أفليك، وممكن حتى الأخبار بتاعت استبدال روبرت باتسون تكون مجرد مسألة وقت مش أكتر. تقريبا كده جيمس جان عمل اللي والتر حمادة معرفش يعمله. عالم دي سي مبقاش فيه أي حاجة سليمة، الشخصيات الرئيسية كلها راحت ومبقاش موجود غير شازام وبيس ميكر، وطبعا مرات جيمس جان اللي احتمال تكون القائد الجديد بتاع الجاستس ليج
ده لو كان في جاستس ليج أصلا. طبعا واضح من ردة فعل الفانز إن مفيش أي حد متفائل باللي جيمس جان بيعمله دلوقتي، فيا ريت الاستديو وديفيد زازليف يحاولوا ينقذوا عالم دي سي بأي شكل، ويخلوا أي حد تاني عاقل شوية يمسك العالم ده، عشان كفاية قوي لحد كده. انت بتخسر كل جمهورك. الموضوع ده بيفكرني بالظبط بالكارثة اللي حصلت في 2017 لما دي سي قررت تجيب جوس ويدن عشان يكمل فيلم الجاستس ليج، ولكن طبعا كلنا فاكرين ايه اللي حصل ساعتها، وشوفنا أسوأ فيلم تقريبا حصل في عالم دي سي. نفس الشيء بيحصل دلوقتي، ودي سي بتعمل نفس الغلطة، ولكن المرة دي مش بتجيب مخرج من عالم مارفل عشان يخرج فيلم الدي سي، لأ ده عشان يمسك العالم كله. فما بالك بالضحك اللي هيحصل قدام. وطبعا يعني حتى جيس ويدن الراجل على الأقل كان ماسك شخصيات رئيسية، فاتفضح بدري إن هو ما ينفعش يكمل مع عالم دي سي. ما ينفعش نشوف باتمان بيضحك، وما ينفعش نشوف شنب سوبرمان ده. ولكن جيمس جان كان ذكي إن هو في الأول مسك شخصيات محدش يعرفها من الكوميكس، ومحدش مهتم حتى بالطريقة اللي هيقدمها. وشوفنا أفلام أنا قلت قبل كده ذا سوسايد سكواد أو بيس ميكر مش مقياس إن هو يمسك عالم دي سي. الراجل حرفيا بيقدم ضحك، شخصيات بتتقدم بشكل كوميدي وفيها شتايم وإيحاءات جنسية، وغير كده العنف اللي مش مبرر في كل أعماله، والفيلن اللي طالعين من الفيلم كرتون. أنا بتفرج على فيلم الفيلن بتاعه نجمة بحر، يعني الراجل جاي يهرج جوه عالم دي سي، ولكن فجأة الكل بقى مصدق إن هو ممكن يعمل خطة للعالم السينمائي. من ساعة ما جيمس جان مسك عالم دي سي مبقناش بنسمع غير بكوارث الراجل كان عمال يكذب فيها، لحد لما طلع بنفسه واكتشفنا إن هو زيه زي والتر حمادة وممكن أسوأ كمان. فأنا أتمنى إن احنا نخلص منه في أقرب وقت، وأتمنى الهاشتاجات بتاعة الفانز تجيب مفعول زي ما عملت قبل كده ورجعت زاك سنايدر يكمل السنايدر كات بتاعته. فيا ريت المرة دي نعرف نرجع زاك سنايدر يكمل العالم بتاعه بجانب أعماله مع نتفليكس. الموضوع ده حصل قبل كده، فيعني مش بعيد عن الفانز اللي هم يعرفوا يجبروا الاستوديو مرة تانية اللي هم ياخدوا القرار الصحيح، لأن فعلا الاستوديو مش عارف الجمهور عايز ايه، وعمال كل فترة يذلهم بأخبار خلت الناس تتجه لمارفل وتبعد عن دي سي. وده السبب اللي مخلي دي سي مش عارفة تفوق من ساعة لما زاك سنايدر ما مشى. وطبعا كلنا عارفين الشماعة الكبيرة بتاعة إن فيلم باتمان فيرس سوبرمان فاشل وما جابش مليار. انت أفلامك دلوقتي ما بتجيبش حتى 200 و 300 مليون، فانت محتاج واحد زي زاك سنايدر يعمل لك عالم متماسك وتديله حرية كاملة إن هو يكتب في العالم ده، أو تسيب جيمس جان يبوظ العالم زي ما هو بيعمل. وزي ما احنا شايفين جيمس جان كل ده أقدر أقوله كفاية عليه أوي كده. وبس كده، ده كان كل اللي عندي. للأسف الأخبار مش مبهجة خالص، ولكن خلينا نستنى، ممكن نسمع أخبار أحسن قدام، وممكن الغضب اللي من الفانز يعمل نتيجة زي ما عمل قبل كده. فلحد الوقت ده ممكن ما نتكلمش عن دي سي الفترة اللي جاية بسبب إن ما عادش فيه شغف كبير جوه العالم ده، ولكن خلينا نستنى ونشوف. وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وحبيت إن أنت تشوف فيديوهات أكتر، ياريت تنزل تشرفت تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. متنساش طبعا اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام عليكم.